سلام، مرحبا بكم في قناتي. اليوم راح نقدم لكم كسرة محشية. في مقلاة درت الزيت ودرت 3 بصلات مقطعين يتقلاو، ديروا لهم فلفل كحل وملح وثوم بودره. كي بدا يتقلى البصل زدت شويه سكالوب اشي، هذا اختياري. كي بداو يتقلاو زدت لهم 2 حبات طماطيش كبار مقطعين، ربيت لهم سن توم ودرت لهم شويه عكري احمر حلو. خليتهم حتى تقلاو مليح، غطيت عليهم وكي تقلاو مرقت لهم بشويه ما بطماطم مصبره. في جفنه درت 3 كيلات سميد رطب مع كيلة فرينة. في كل كيلة تاع سميد درت نص مغرف صغيره ملح. في الكيلة تاع الفرينة درت مغرف صغيره سكر، مغرف صغيره خميره، ودرت نصف كيلة زيت وشويه معدنوس مقطع. تبسوا العجينه يدخل فيها كامل الزيت، بداو تتجمعوا فيها بالماء الدافئ. خليتها ريحت 10 دقائق وغطوها هكا بابي فيلم ولا ساشي. من بعد جبتها دلكتها شويه، قطعتها الى 6 قطع. هذوك القطع خليتهم يرتاحوا نصف ساعه، والحشو هذاك خلوه حتى ينشف كامل من الماء باش تنحوه من النار وتبردوه. وتحشوا العجينه بالحشو بارد. بديت نفتح بالحبه كيما راكم تشوفوا. حطيت الحشو هذاك في النص تاعها، ومن بعد غلقت عليها كيما لي سوفلي. تقدروا تطيبوها في مقله ولا في طاجين. سخنت انا المقله ديالي وبديت نحط في الحبه من الجهه اللي بليت فيها، هذاك هو اللي حطيتها على الوجه الفوقاني، ما حطيتهاش كيما فتحتها. ولازم طيبوهم مليح من كامل الاوجه. فوالا، هذه هي النتيجه، جات بزاف هايله. والحبه جات مقرمشه من برا، وفي الحشو تقدروا ديروا واش تحبوا. انا وحده كي خلاص لي الحشو درت فيها الفخوماج. ان شاء الله تجربوا الوصفه ومع السلامه.